الطالب المغترب اللي يعني لسه صاحي من النوم وفاجئ قدامه ان البواب واقف ومعاه صاحبة البيت. وطبعا انتوا فاهمين يعني ايه راجل ولا شاب زي كده يكون لسه صاحي من النوم ويفتح الباب. على هاتي يا زبادي معاكم، متنسونيش في اللايك الحلو منكم، وكمان اشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وكمان تعليق لو حبيت. ويلا بينا هنبدأ الحكاية مع بعضين. حكايتنا حكاية شاب جميل أوي أوي اسمه أحمد، طول بعرض. الشاب ده باباه ومامته من أسرة مرتاحة، هما كانوا مصممين إن ابنهم يدخل كلية طب، فالتنسيق مجابوش إن هو يدخل في بلد. وطبعا كالعادة مامته وباباه صمموا انت لازم تروح نفس البلد اللي هناك دي علشان ترجع لنا دكتور. احترامي طبعا لكل الدكاترة. المهم مع الولد راح لهم خلاص مش مشكلة، بس ارتاح في سكن، مبقاش مع شباب مع مش عارفة ايه، انا بحب اقعد براحتي اكل واشرب براحتي مادام ما انتوا مصممين. خلاص انا ما كنتش عايزة اسيب اصحابي وكده. المهم مامته وباباه انت اصحابك مش هيقعدوا لك، انت وانت وانت، وفضلوا يتخانقوا معاه كتير. من هنا لهنا خالته تعرف عمارة قريبة ليها وصاحبتها ست ناس حلوة قوي قوي، ست طول بعرض شيك قوي قوي، نوعها تلبس الجيب، الشوز الكعب، الباديهات اللي على القد، وشعرها طويل. مقلك تيجي تبص كده على العمارة كل فترة وفترة أو على البيت وتمشي تشوف الإيجارات وكده وتمشي. وبالأغلب هي كانت بتسكنها في المصايف، يعني في الصيف تبقى مصايف أكتر. المهم أختها اتصلت بيها وقالت لها شوفي لي شقة لأحمد علشان هو ربنا كرمه بكلية طب عندك في نفس بلدك، عايزاله كده شقة تكون حلوة ما تكونش قريبة منك قوي، لأن هو متعقد خالص إن هو يروح علشان ما يقوليش انتي حطاها لي هناك عشان بتراقبني. انا مش ناقصه الواد يقعد يتلكك عليا. انا ما صدقت ان هو يوافق. قالت لها ما تقلقيش انا اعرف واحده، انما مدام ميم دي عندها حته شقق هتعجب ابنك قوي، مكيف بقى وحاجات زي كده، والعفش نضيف بتاعها هيتبسط، وهي اصلا مش موجوده. قالت لها يا خوفي من ميمي دي. قالت لها لا ما تقلقيش هي اصلا مش موجوده في العماره. قالت لها خلاص ماشي العماره كويسه. قالت لها كويسه جدا وتعالوا شوفوا الشقه. المهم فعلا راحوا والولد قعد هناك واتبسط خالص في الشقه بتاعته. مع الوقت بدايه الدراسه راحت جت قرب خلاص، يعني هما خلاص كانوا في فتره الامتحانات وهو قاعد بيذاكر وسهران الليل كله وما صدق ينام. عم حماده عاد يرن عليه على اساس يجهز نفسه اني مدام ميمي جاية تشوف الشقة وتشوف التصليحات، لان خلاص يعني يعتبر اسبوعين او شهر وهينزل كل واحد بلده، او المعظم هيسيب الشقة. وهي بتحب تعمل صيانة كل سنة في الشقة، يعني لو تكييف عطلان تصلحه، لو دولاب فيه تظبيطات، لو سرير تجيب مراتب جديدة علشان تستقبل الناس بتوع المصايف، لأن بيجيب لها دخل كويس. المهم عم حماد قاعد يرن على أحمد طبعا سهران مطبق عشان بيذاكر، نايم مش حاسس باللي حواليه، وطبعا زيه زي أي شاب طبعا انتوا عرفتوا أنا بضحك ليه. زي أي شاب نايم أول ما بيصحى من نومه انتوا فاهمين الباقي بيبقى عامل ازاي. جت بقى مدام ميمي هي بكامل أناقتها مع عم حماد وهو بيقولوا صدقني يا دكتور أحمد أنا عمالة أرن عليك انت اللي مش بترد. راحت هي بصت كده وراحت اتكسفت قعدت تضحك ضحكة يا لهوي. راحت قالت له احنا اسفين شكلنا جينا في ميعاد مش مناسب. هو قال لها لا خالص اتفضلي، دي شقة حضرتك، ما تقوليش كده اتفضلي. قالت له انا مضطرة ان انا ادخل يا دكتور بصراحة، وفتحت الباب ودخلت وراحت قالت للبواب شوف لي انت بقى باقي شقق صحيهم لي، ودخلت وراحت رجعت الباب وراها وقفل. البواب فعلا فكر ان هي بتتكلم بجد وهي عايزة فعلا تشوف باقي، ولكن ده من اول نظرة لفتت نظرها كده واعجبت بالولد. المهم ده برضو لسه مش فايق، قعد على الانتريه
وبيدعك كده في عينه ومستنية تخلص تشوف الشقة وتمشي عشان خلاص يدخل ينام. لقاها بتبص في أوضة النوم اللي هو كان نايم فيها يعني، ومنور النور لما صحي، وبصت كده شوية والمفروض ان هي تمشي ومستنية تمشي. راح لقاها لابسة الجيبة بتاعتها القصيرة ولابسة البودي المحزق قوي قوي وشعرها طويل وصل لآخر ظهرها بالظبط. وبعدها بيبص كده بيقول لها على فكرة أنا محافظة على الشقة قوي. وراحت دي قعدت جنبه على طول وقالت له ايه يا دكتور، هو انت بخيل ولا ايه؟ عموما قالها ايوه طبعا مدام ميمي، انتي تأمري، تحبي تشربي ايه؟ عندي حاجة ساقعة وعندي، ولا تحبي؟ قالت له لا انا عايزة كوباية قهوة. ولا انت مش بتشرب قهوة عشان تسهر تذاكر؟ انا عايزة افوق جنبك، وانت مش عايز تفوق ولا ايه؟ مبقاش جيت صحيتك. ومشينا كده على الفاضي. بص لها كده وقال لها من عيوني الاتنين. وراح يعمل القهوة، وراحت دي ما صدقت انه راح يعمل القهوة وجريت وراه. سمع الكعب بتاعها وهو مخطوط وهو ماسك الكنكة عشان يحط فيها القهوة بيقلب. قالت له القهوة بتتقلب كده اهو. وكانت من ورا وبتقلب معاه المعلقة بشوية لغاية ما خليته يسيب المعلقة ولفيته بالعافية. وراحت دلقت القهوة على الحوض وقالت له عم حمادة لو أخرت عليه هيفهمني غلط، وأنا خاف على نفسي قوي. استوعدك يا دكتور أحمد إن القهوة اللي اتكبت دي حاجة أعمل لك غيرها. وكان وقتها فعلا عم حمادة البواب عمال ينادي عليها يقول لها مدام ميمي الباش مهندس عايز يروح شغله، لو ينفع تشوفي الشقة دلوقتي وننزل تاني نشوف عند الدكتور أحمد، هو في مشكلة في سبيكة ولا في حاجة؟ انت عملت ايه يا دكتور؟ قالت له أبدا دكتور أحمد ما عملش أي حاجة، بس أنا بصراحة الشقة عايزة مني إن أنا أشوفها نظرة تانية. خلاص دلوقتي هنسيب دكتور أحمد، والمرة الجاية أنا أخدت رقمه هبقى أجي أنا وأشوفها يا عم حمادة، متتعبش نفسك. دي كانت حكايتنا على الهادي قوي. هيا الزبادي توحشوني قوي.